السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيتكم بربعة ديال الاقتراحات ديال الميني بيتزا، شكيلات زوينين ومذاقات مختلفة. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش من اللايك والبارطاج، اشتركوا في القناة الا كنتو اول مرة كتزوروني، وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وبقوا معايا باش نحضرهم مع بعضياتنا بخطوات اللي هي بسيطة، ونشارك معكم العجينة المعتمدة عندي ديال البيتزا. عجينة ناجحة بدون تعقيدات، زوينة بزاف. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وبقوا معايا باش نحضروهم مع بعضياتنا. راه نتيجة زوينة وكتستحق التجربة. على بركة الله ندوزو المقادير. عندي هنايا 400 غرام ديال الفرص، وعندي 100 غرام ديال دقيق القمح. انا هنا استعملت الكومبلي غربلته، تقدروا تستعملوا سبيسيال الا بغيتو اولا الفينو. عندي معلقه كبيره ديال السنيده، معلقه صغيره ديال خميره الخبز، ونص معلقه صغيره ديال الملح، ومعلقه صغيره ديال الزعتر. تقدروا تستعملوا زعتره الا عندكم. عندي هنا 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. صافي كنجمعوا هذوك النواشف. انا هنا ما كنديرش البيض وما كنديرش الزبده، هاد المكونات فقط. الزيت هو اللي كيطري العجينه. صافي كنزيدو الزيت وكنبداو نعجنو بالماء دافي. تقدروا تستعملوا العجانه الا بغيتو، انا غادي ندير غير يديا حيت انا ما كندلكش العجينه. يكفي انني كنعطيها الوقت ديالها الكافي باش ترتاح. غادي نغطيوها وغنخليوها حتى تخمر شي شويه، وغادي نجيو ونعاودو نكسروها. الا عندكم الوقت خليوها تخمر، كسروها وخليوها عاوتاني تخمر وكسروها. قد ما خليتوها وكسرتوها قد ما كتجي مطلوقه وبحال الا دلكتوها. يعني بلا ما تبقاو تعيو راسكم في الدليك ورمضان هذا، من الاحسن خليوها غير ترتاح، عطيوها الوقت الكافي ديالها، على الاقل واحد ربع ساعه. ها هي من بعد ما طلعت العجينه انا غادي نجي هنايا نبدا مباشره في التشكيل ديالها، حيت ما عنديش الوقت. الا عندكم الوقت عاودوا جمعوها وخليوها ترتاح. صافي انا ديما كنستعن بالزيت باش انني نشكل هذوك الكويرات ديالي، وعاد من بعد كنبدا نطلق بالدقيق. هنا راه ما دلكت ما والو، يكفي انني غير جمعتها وصافي. صافي كنبداو نطلقوا في العجين. كنرقوهم شي شويه، اللي كيبغي البيتزا تجي غليظه يخليها غليظه. بالنسبه ليا انا ما كتعجبنيش تكون غليظه بزاف. غير هو ملي نبغيو نقطعوا بالقطعه ضروري خصنا نهزوا هذيك العجينه بحال ما كان فوق سطح العمل حتى نتاكدوا بانها ما لاصقاش. عاد نبداو نقطعوا بالقطعه، حيت الا كنتو كتقطعوا فيها وهي لاصقه كيجيو هذوك الخبيزات مديفورميين، ما كيبقاوش شادين الفورمه ديالهم، كيعواجوا. صافي العجين اللي كيبقى حنا كنجمعوه بحال ما هكا وكنخليوه يرتاح. غير كيرتاح شي شويه راه كنطلقوه وكيرجع عادي بحال الاول. كنبقاو مستمرين حتى كنساليو كاع الكميه. وهادوك هادوك الدوائر بحال هكا ديال العجين، وكنديروهم في شي صفيحه كتدخل الفران اولا طاوه، ونخليوهم حتى كيخمروا. ملي كيقربوا يخمروا راه حنا كنشعلوا الفران. الا كان ديال الضوء ديروا 250 حتى ل 300 درجه، وإلا كان ديال الغاز ديروا القياس اللي كطيبوا فيه الخبز. صافي كنشعلوا العافيه من التحت وكنخليوهم مده ديال 2 دقائق فقط. الفران ديجا سخون، مده ديال 2 دقائق فقط. كدوز 2 دقائق كنجبدوهم، كنلقاوهم تنفخوا شي شويه. كنجيب واحد الكاس يكون القاع ديالو صغر من هذوك الخبيزات بشي شويه، وكنبداو ننزلوا عليهم باش نشكلوا هذوك الحواف. ما نضغطوش بزاف باش ما تجيناش مدقسه، غير شويه نطراسيوهم وصافي. ونعاودو نردوهم يكملوا نص طيبه ديالهم في الفران، واحد 5 ديال الدقائق. عاوتاني هنايا في هذه المرحله تقدروا تجمدوهم في المجمد حتى تبغيوهم وكتجبدوهم. بالنسبه للحشو هنايا غادي نديروا 4 ديال الشكيلات: الطون والدجاج والكفته، وغنديروا حتى الحوت. ندير هنا الميرلون والكروفيت. هنا لاصوص اللي ديجا صايبت معكم راني جبتها من الفريغو. غادي نردها فوق البوطه تشحر شي شويه مع شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. نزيد فيها قطرات ديال الزيت البلديه فقط. بالنسبه للشكل الاول غادي نمشي معكم بالتفصيل. غادي نحتاج علبه ديال الطون، نخليكم مقادير في صندوق الوصف. واحد الفلفله مقطعه صغيره، وواحد البصيله حتى هي مقطعه صغيره. وغنحتاج الزيتون، الكحل والفرماج، هذاك الفرماج الاحمر والموتزاريلا. غنخلي لكم المقادير كلهم في صندوق الوصف. هنا كنجيبوا هذوك الخبيزات من بعد ما طابوا نص طيبه،
كندهنوهم. ما ديروش الخبيزات ديال البيتزا باقيين عجينه حتى كتجي معجنه. الفلفله والبصله راه حنا صوتيناها في شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الملح، شويه ديال البزار صافي. وكنبداو نهزو القياس وكنحطوه بحال ما فوق هذيك الصلصه. الصلصه ملي تيكونوا خبيزات ديجا طايبين نص طيبه ما كتفزكش هذيك، ما كتفزكش، ما كيتبقاش لينا عجينه تمايا، كتجي ناشفه وزوينه صافي. هنايا من بعد ما كنسالي كاع ديك الكميه كنزيد شويه الموتزاريلا اللي كتبقى اختياريه، تقدروا تكتفيو فقط بنوع واحد ديال الجبن. انا هنا كنثبت بها فقط هذيك الفلفله والبصله على البيتزا. وكندير الطون، هادو كيجيو فنين، هادو ديال الطون لذاذ لذاذ بزاف. وعاد كنزيد شويه ديال الفرماج الاحمر من الفوق وقطع ديال الزيتون الاسود. تقدروا ديروا زيتونه كلها، تقدروا ديروا غير مورصويات. حنا فقط بغينا هذيك النقيطه الكحله تزيد تزين لينا البيتزا صافي. ونردوهم الفران يكملوا الطياب. بالنسبه للشكل الثاني كنحتاجو فيه هنايا الدجاج مقطع مرصويات صغار والزيتون الخضر، ونحتاج زيتون الكحل كذلك، ونحتاج الفرماج الاحمر والفرماج ديال الموتزاريلا. كندهنوا هذوك الميني الخبيزه ديال الميني بيتزا بلا صوص. شوفوا هاد لاصوص ما شاء الله كتجي فنه، واخا كانت في الفريكو هانتوما باقا محافظه على القوام ديالها. الدجاج راه حنا صوتيناه بشويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الملح وشويه ديال البزار، غير كيبدا يشد اللوين صافي كنحيدو، راه مازال غادي يكمل الطياب في الفران. وكنزيدو عليها الزيتون الخضر من الفوق مقطع وشويه ديال الموتزاريلا وعاد الفرماج الاحمر. تقدروا تكتفيو كيف ما قلت لكم بنوعيه وحده ديال الفرماج صافي. وكنزيدو قطع ديال الزيتون الكحل من الفوق. بالنسبه للشكل الثالث غنحتاجو الكفته هذه ديال البقري، ونحتاجو الزيتون الخضر مقطع. هذه غادي نصوطيها في شويه ديال الزيت البلديه، شويه ديال الملح وشويه ديال البزار. وغادي نحتاج كذلك الزيتون الاسود، وغنحتاج الفرماج. بالنسبه لهذا الشكل هذا شوفوا بعدا لاصوص كيف دايره كتجي فنه. غير جربوا هاد لاصوص راه ما غاديش تبقاو تستغناو عليها، كتجي زوينه في البيتزا. هنا هاد الشكل هذا راه كنت باغا نزيد فيه الشامبينيون غير مع الصيام راكم عارفين. المهم كندير هذيك الكفيته بحال ما هكا، وتقدروا تزيدوا الشامبينيون في هذا الشكل حتى هو. انا راه نسيتو الغالب الله. صافي كنزيد الموتزاريلا من الفوق وكنزيد الجبن الاحمر. نقدروا نستغناو على الموتزاريلا، ولكن الجبن الاحمر تيبقى النسمه ديالو زوينه، فيه واحد اللذه رائعه. بالنسبه لهذا الشكل هذا غادي نهز هذا الميرلون غنصوطيها في مقيله ما كتلصقش مع شويه ديال الزيت حتى كتشد راسها وصافي. كنحيد هذيك الهبيره ديالها. الكروفيت حتى هو غادي نصوطيه حتى هو غادي نقشرو عفوا، وعاد غادي نصوطيه بشويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الملح وشويه ديال البزار. هنا غادي ندير شامبينيون حتى هو غادي نصوطيه بشويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الملح وشويه ديال البزار. وغنحتاج الزيتون الاسود وغنحتاج الفرماج المفروم. هنايا هادو ما غاديش نكثر لاصوص حيت كنبغيهم يجيو باهتين، اللوين ديالهم ما كنبغيش يجي مغلوق بزاف. غير غادي ندهن هادوك الخبيزات بحال ما هكا بلاصوص. وغادي نزيد الموتزاريلا من بعد كنديروا الشامبينيون اللي صوطينا في شويه ديال الزيت البلديه كيف ما قلت لكم. كنكرر غير باش تشدوا المعلومه مزيان، وشويه ديال الملح وشويه ديال البزار. كيجي زوين وهائله الشامبينيون في هذه البيتزا. وعاد كنديروا الميرلون، كنحيدوا الشوك من طبيعه الحال وكناخذوا دوك الطريفات ديال الهبره وكنحطوهم بحال ما هكا. تقدروا تستعملوا اي حوت ابيض بغيتو عندكم، تقدروا ديروا حتى السردين الا بغيتو ديروه. انا ديجا صايبت بيتزا بالسردين
كتجي زوينه. الناس اللي كيعجبهم السردين راه كتجي فنه بالسردين. من بعد كنزيد الكروفيت من الفوق، ما نخليوش يبدا يتشحر حتى كيصغر، غير يبدا يشد اللوين صافي وكنحيدوه. كيف ما كتعرفوا هو حساس فيه دغيا كيطيب. كندير غير شويه ديال الفرماج الاحمر من الفوق باش ما يغطيش لينا هذاك الديكور، وباش ما يغلبش لينا المذاق ديال الفرماج الاحمر على المذاق ديال الحوت. صافي طريفات ديال الزيتون الخضر، وكنعاودو نزيدو طريفات ديال الزيتون الاسود من الفوق، وكنردوهم من الفران يكملوا الطياب ديالهم. غير يذوب الفرماج ويتحمروا شي شويه صافي. هنا راني زدت شويه ديال الزيت المنسم من الفوق، راه كيعطي واحد النسمه رائعه في البيتزا بصفه عامه، كيجي فن. درت فيه هذيك الزيت، درت فيه شويه الزعتر، شويه ديال الثومه، شويه عصا سيدنا موسى، ديروا الازري الا كاين. ومن بعد كنزيدو شويه ديال الزعتر مدردر من الفوق، والنتيجه رائعه ما نعاودش لكم والله العظيم. الريحه عرفتي انا صايمه، الريحه كطلع فنه 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 زوينه بزاف. شوفوا الديكور كي داير، وشوفوا التشكيل كي جا رائع بزاف. هادوك ديال الحوت وهادو ديال الدجاج كيجيو رائعين بصدق. كنتمنى انكم تجربوا هاد الاقتراحات، كيجيو زوينين. وهنايا الطون رائعه، هذه ديال الطون اللذه فيها زوينه بزاف. الطون مع البصله والفلفله ومطيشه كيجيو رائعين. والفرماج ما نعاودش لكم، راكم عارفين داك الخليط كيف داير. هنا ديال الكفته تيجيو تاهما زوينين، خاصه كون درت ليهم حتى الشامبينيون غيجيو فنين. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج. تابوناو في لاشين الا كنتو اول مره كتزوروني، وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. انتظروني في فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.